على موقف سلوفينيا فيما يخص ما يجري في الصحراء الغربية. نتمنى حل يرضي الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة وإداء القيام بتنظيم استفتاء من أجل تقرير المصير في هذا. الخوت هذا طبون رئيس الجزائر كاري حنكو الفضولي. ماما فرنسا خلات لي واحد النظرة توسعية بعد ما احتلت أراضي المغربية وأراضي المالية والأراضي التونسية والأراضي الليبية والأراضي المالية إلى آخره. بقات عندهم هما ديك النظرة التوسعية استعمارية. هو طمع في المحيط الأطلسي، بغا يوصل للمحيط الأطلسي. وبهذه المناسبة كنتمنى الميساج ديالي يوصل، ومعدود علينا المقاومة ومعدود علينا النصر ايضا النصر. فلهذا كنقول لك بعد هذه الدولة اللي غادي كتغريها باموال الشعب الجزائري وباش تعطيه ليها غراتويتمون مقابل انها تسحب او ما تعترفش بالصحراء المغربية، كنقول لك انا كمواطنة مغربية حرة انا ما كنتظرش اللي يعترف بالصحراء المغربية. الصحراء المغربية شاء من شاء وابى من ابى وكره من كره. الصحراء مغربية، حنا ما كنتسناوش حد يجي يعترف لنا بالصحراء، لان ارضنا هذيك وقاعدين فيها صحة، قاعدين في ارضنا صحة، قاعدين في ارضنا صحة. نشوفك كتترعد ويائس وفاقد الامال وفاقد في شي حاجه اللي ما كتهمكش وفي شي حاجه اللي بعيده عليك. كنقول لك من هذه المناسبه الله يجعل كيدك ان شاء الله في نحرك. كما قلت لكم حنا ما كنتظروش شي حد يعترف لنا بصحنا الصحراء مغربيه وهذه ارضنا وجالسين فيها صحه. ما كنحتاجوش شي حد يجي يقول لنا بنا الصحراء مغربيه او ماشي مغربيه. وتنقول لك صبر الله يصبرك على المحيط الاطلسي، راه ما كاينش، راه ما عرفت شنو غادي دير، راه ما كاينش وما غتعيش قد هادشي اللي عشتي. بقى لك نهار كي لاسورانس، يعني غير صبر شويه. وهذا الموضوع الصحراء ولا غادي ان شاء الله غادي ينهي لك حياتك كما نهاهم قبل منك. والصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه، وعاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك. عاش الملك محمد السادس. الصحراء مغربيه طبون، الصحراء مغربيه والصحراء الشرقيه المغربيه. تحياتي سميره رايان.